كابوس عندنا الفترة دي في كل بيت، وهو الصيفي والشتوي. ان احنا ندخل الصيفي ونطلع الشتوي، ويبقى توضيب وتطبيق وحاجات صعبة جدا، يعني شيء مرهق قوي. لو عايزة تعرفي تعملي ده ازاي وبحاجة كويسة، معاكي ميري وتابعيني. في معلومة عرفتها بعد ما صرفت كتير جدا على الاكياس بتاع تخزين الهدوم، وهي ان انت ممكن تخزني بكياس بتاعه الزباله السوداء، بس هي مش هتبقى مستحبه لان هي بتتحلل. في اكياس موجوده تقريبا في حدود 5 جنيه او 7 جنيه الكيس، وكبير جدا. الكيس ده ممكن برضو تشفطي منه الهواء. هتعملي ايه؟ هتجيبي القلم اللي مش بيتمسح، ده صديق البيت. مثلا عندك احمد عنده لبس بيت ولبس خروج ولبس صغر عليه. هتعملي ايه؟ هتجيبي الكيس ده تحطي فيه لبس الخروج، وهتشفطي الهواء بالمكنسة وتعمليه بأستك فلوس. هيتضغط كويس جدا وهيبقى مش هياخد حيز. بعد كده عندك البيت اللي هو بتاع أحمد الصيفي، هتعملي نفس الموضوع ده، وكل كيس تكتبي عليه ايه. عندك حاجات بقى صغرت عليه بس انتي هتشيليها لابنك التاني، هتحطيها لوحدها وتكتبي عليها دي مثلا متشالة لمحمد مثلا. هتشفطي برضو نفس الموضوع، تفرغي الهواء من الكيس. هيبقى عندك 3 اكياس مش هياخدوا اي حيز خالص. بعد كده برضو تعملي في ابنك الاصغر نفس الموضوع. الحاجات اللي انت هتوزعيها لولادك هدوم صغرت عليه وما توزعيهاش المرة دي، شيليها في الكيس مضغوطة، والسنة الجاية ابتدي شوفي هترمي ايه او ما ترميش ايه. بعد كده عندك بقى انتي وجوزك والكلام ده كله. الحاجة اللي تقعد 2 في دولابك انتي ما قربتلهاش تتوزع على طول، لان دي هتاخد كركبة ومكان وحاجات كتير ملهاش اي معنى. الحاجات اللي انتي مش عايزاها او حاسة انها خلاص اولد فاشون، او انتي لبستيها السنة دي مش هتلبسيها برضو السنة الجاية، ممكن تشيليها برضو في الكيس بنفس الطريقة وتفكري السنة الجاية لما تطلعيها. كل واحد فرد من البيت ابتدي اعملي كده. ده خروج، ده صيفي، ده مثلا بيت صيفي، هكذا. هتعملي اكياس بالشكل ده. ممكن يبقى فيه شنط البطاطين الكبيرة دي قوي، هتلاقي ممكن حطيتي هدوم البيت كلها في المكان وفي الكيس الكبير ده بالاكياس الشفط الهواء. عندك بقى حاجه، لو انت هتجيبي اكياس اللي هي بالغطا مفيش مشكله خالص، لان دي برضو بيكون عمرها طويل معاكي، والكيس تقريبا ب25 جنيه. هي مكلفه بس بتقعد فتره طويله جدا. ممكن جدا الاكياس اللي احنا الشنط اللي موجوده منتشره جدا على النت، اللي هي الكابوتوني البني اللي هي بسوسته دي، انت هتجيبي واحد او هما تقريبا ال6 مع بعض تقريبا ب120 جنيه او 150 جنيه. هي محتاجة بس ان انت تخيطي بداية السوست علشان ما تفلتش، وبعدين هتحطي فيها الهدوم وبرضه هيبقى شكلها كويس جدا. البطاطين والحفة والحاجات دي كلها برضه في نفس الكيس شفط الهواء، وتحطيها برضه في الشنط اللي هي بسوستة. حاولي تنظمي الموضوع ده عشان ما تتعبيش المرة الجاية وانتي بتطلعيه. لما تيجي تطلعي ان شاء الله ربنا يدينا العمر هتطلعي ده وتحطي ده، فهيبقى سهل جدا بالنسبة لك. وموضوع شفط الهواء من الاكياس الرخيصة ده مفهوش مشكلة وهيوفر ليكي كتير جدا، وكيس متوفر في كل بيت، واستك الفلوس ده متوفر في كل بيت. مفيش حاجة اسمها اقدر اقول ده يترمي او ده ما يترميش. اللي هيكون انت حاسة ان هتقدري تستعمليه سيبيه، اللي ما عندكيش اي امل انك تستعمليه وزعيه على طول. لازم نروق البيت من الهدوم الكتير ومن الكركبة اللي موجودة عندنا، خصوصا في الظروف الاقتصادية دي. دلوقتي بقى في ناس محتاجين الهدوم دي، وهو ده الوقت اللي احنا نقف فيه جنب بعض. بعد ما نشفط الاكياس دي مش هيكون عندك مساحة، ودي حاجة انا متأكدة منها. انا قبل كده ما كنتش بعملها، بس انا لما ابتديت اعملها حسيت فعلا ان هي مش بتاخد مساحة، خصوصا اللبس الصيفي. بس اهم حاجة تكتبي على كل كيس ده ايه وبتاع مين، لان الموضوع ده هيريحك جدا جدا. عايزة تحافظي على ريحة الهدوم وانتي شايلاها، ممكن صابونة في الكيس او فلفل اسود او اللي هو النفتالين الخشب
وده بيفضل معمر جدا ومش بيبوظ خالص، بيفضل عندك طول الوقت. طبعا هي الصابونه بس ما تحطيش الصابونه كلها، لو انت هتعملي كيسين 3 قطعي الصابونه بحيث ان تحطي جزء منها في كل كيس، او الفلفل الاسود وبرده بيكون كويس جدا.